هي شركة ابل ممكن تتهكر؟ يعني ممكن تقوم من النوم الصبح تلاقي الايفون بتاعك او الايباد بتاعك او الماك حتى بتاعك متهكر والداتا متاخده من عليه؟ ده اللي احنا هنعرفه في الفيديو ده. يلا عشان ما اطولش عليك تعالى. ابل نزلت التحديث الجديد الفرعي 18.1.1 وابل كاتبه ان هي التحديث ده مهم جدا وتحديث امني ولازم نرجو ان كل عملاء اي حد معاه ايفون ان هو ينزل التحديث ده. الكلام ده سمعناه كتير، وابل بتنزل تحديثات فرعيه كتير وتقول لك الحق لازم تعمله، ده تحديث امني عشان خاطر الحاجه بتاعتك ما تضيعش. بس المرة دي التحديث ده تقريبا فيه مشكلة كبيرة جدا، ان انت فعلا لازم تعمل التحديث ده ضروري. ده ليه؟ ده عشان حتى ان هم نزلوا تحديث للناس اللي لسه معاها الاي او اس 17 ومش عايزة تعمل الاي او اس 18 بحجة ان البطارية ما تنزلش، فنزلت لهم تحديث مخصوص ليهم 17.7.2. يعني من ضرورة الاختراق الامني اللي حصل ده، يا عم خلاص ادام انت مش عايز تنزل الاي او اس 18 الجديد وانت على ال 17، ارجوك نزل ده. طيب ناس كتير بتتكلم ان شركة ابل من الصعب انها تخترق، انا واحد من الناس اللي بقول لك كده، بس هي مش من الصعب انها تخترق، ان انت يستحيل تخترق. بص، اي حاجة صنعها البني ادم لازم تخترق في يوم من الايام. ده مش كلامي، كلام ربنا. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس. اي حاجة عملها الانسان ليها كبير. بس شركة ابل فيها ميزة، لما بتلاقي حد بيفكر صح يقدر يخترق الشركة دي، بالبلدي كده بيشتروه. تمنك كام؟ هشغلك عندي. شركة ابل مش مجرد شركة يا جماعة، شركة ابل دولة. لو تعرف التعداد بتاع الناس اللي شغالة في الشركة دي، انت ممكن تفكر ان انت الوحيد اللي في العالم اللي بيشتغل في الشركة دي، عشان بس تبقى انت فاهم. فطول ما هي ماشية على السيستم ده، ان اي حاجة بتكتشف ان هي ممكن تضرها تشتريها او تشوف لها حل بمعنى اصح، اعرف ان انت مع الشركة دي في نجاح. فلو الفيديو ده وصل لك وانت عامل التحديث الجديد الاي او اس 18، ارجوك نزل التحديث اللي لسه نازل ال 18.1.1. ولو انت على الاي او اس 17، ارجوك ما بقولكش نزل ال 18، نزل التحديث الامني اللي نزلته لل 17 قبل الاي او اس 17.7.2. نزل التحديثين دول ضروري. اما بالنسبه لامكانيات الابل انتليجنس، فهي هتنزل لل 15 برو، ال 15 برو ماكس، وجميع فئات ال 16. بعض الامكانيات بتاعت الابل انتليجنس ابتدت تشتغل عندي، ما كانتش شغاله قبل كده. يعني ابتدت تشتغل علامه سيري الجديده اللي احنا عارفينها. الشات جي بي تي اشتغل في سيري، اي نعم هو ملوش اي 30 لازمه لان هو لغايه دلوقتي بيدعم اللغه الانجليزيه، فانا بروح داخل على شات جي بي تي الابلكيشن اللي بيدعم جميع لغات العالم عادي جدا. برضو السيرش بتاعها لما تيجي تعمل سيرش بتعمل على جوجل، برضو ما فيهاش. انا بالنسبه لي حتى الان الابل انتليجنس ما موفرليش اي حاجه مفيده جدا. حتى الان لسه ما قفشتش حاجه في السوفت وير بتاع ابل السنه دي يعمل حاجه ما فيش شركه تانية عملتها. ده لان كل الشركات دلوقتي معتمده على جوجل في السيرش، ومعتمده على جوجل في البحث والمواقع والحاجات اللي احنا عارفينها. لو جت حاجه جديده ظهرت قدامي هبلغكم. ارجوك اعمل السوفت وير ده لمصلحتك. لو انت عندك حاجات مهمه خايف عليها على الموبايل، قبل ما صرحتش باي تفاصيل وايه المشكله اللي ممكن تكون بتحصل، ابل دايما بتداري على شمعتها زي ما انتم عارفين. ده كان فيديو سريع يخص السوفت وير الجديد اللي لسه نازل. لو انت مش متابعني اتمنى ان انت تتابعني عشان يجي لك كل جديد. احنا بنعمل فيديوهات مقارنات بين الموبايلات الايفون وموبايلات الفلاج شيب حول العالم. نحاول بنسعى جاهدا ان احنا نجيب لك اماكن موثوق منها تقدر تقوم بيها بخدماتك التكنولوجيه، سواء كانت موبايلات او كمبيوتر بي سي او لابتوب او ما شابه ذلك. تابعني على الفيسبوك بيج احمد_تربو، بنجيب عليها عروض هتعجبك ان شاء الله. حابب تستفسر عن اسعار الاجهزه واي خدمات اخرى، هتلاقيها على الصفحه الخاصه بيا موبايل تربو. هسيب لك اللينك في اول كومنت لو انت على الفيسبوك بيج، وهسيبه لك في الديسكريبشن لو انت على اليوتيوب. حابب تشوف فيديوهاتي منسقه تحت بعضها بعناوينها، هتلاقيها على اليوتيوب تشانل احمد تربو. اتمنى ان انت تتابعها وتفعل زر الجرس عشان يجي لك كل جديد. قربنا على 10000 مشترك. استنى رسالك على الانستجرام، واعذرني لو بطول في الرد عليك، ضغط رسائل مش اكتر والله. كان معاك احمد تربو، سلام عليكم.